السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي. مع فيديو جديد غنشارك معكم شهوات الكوتي ساهلين اقتصاديين وكيجيو رائعين. اليوم جايه عندي صاحبتي غدير معايا الكوتي، وجدت هاد الطبيله هكا باش نديروا الكوتي حنا والوليدات. وصفات ديال اليوم رائعين البنات، فيهم شي حاجات صحيين وفيهم شي حاجات ضروري ننوعوا، بالخصوص ملي كيكونوا الوليدات صغار ولا الضياف راه ما يمكنش نديروا كل شيء صحي. درت معكم كيكه بكاس الفينو كتجي خطيره، ملوي في الفران كيجي بحال كرواسه، كيجي واعر بجوج ديال الاشكال، مالح والعاديين كيجيو رائعين. حريشات بالشعير، درت البلبوله. المهم الطبيله ديال الكوتي صراحه كانت رائعه. درنا بريد اتاي والقهوه، وغنشارك معكم هاد الوصفات. شجعوني البنات في هذا الفيديو، ديروا لايك بارطاجيو باش نرجع معكم الوصفات كيف ما كنا ديال الكوتي الساهلين الاقتصاديين. التشجيعات ديالكم غنشوفها في هذا الفيديو، ولا شفت التشجيع ديالكم غنرجع معكم ان شاء الله كيف ما كنا بالوصفات ديال الكوتي اللي سميتو عليا ملكه وصفات الكوتي. الله يكبر بكم، تعاليكم هما اللي كيخليوني نستمر معكم في هذه القناه. واخا المشاهده راه ما كايناش، التشجيع ما كاينش، ولكن الناس طيبين اللي كيخليو لي تعاليق الزوينه هما اللي كيفرحوني وكيخليوني مازال مستمره معكم لحد الان. وصفات ديال اليوم رائعين، كيستحقوا التشجيع وكيستحقوا تجربوهم. هاد الكيكه بكاس ديال الفينو جات معلكه، جات فيها واحد المذاق كيحمق وخفيفه خفيفه رائعه. الحريشات شاركتهم معكم في الفيديو اللي فات، والملوي اللي درنا منه مليويات عاديين هكا كيتقدموا مع الزبده والعسل، ومليويات معمرين اللي كيجيو رائعين. حتى هاد البلبوله راه شاركتها معكم، ساهله دغيا كتوجد وكتجي زوينه. وهاد الحريشات بالخصوص البنات جربوهم، غترحموا لي عليهم الوالدين. هادو راه الاختراع ديالي البنات. الزرع بالنخاله ديالو مع البلبوله الرقيقه، وكنديرهم بواحد الطريقه تحلفوا عليهم بحال كيجيو مرملين، بحال دايرين فيهم السميده مع الزبده ولا مع اي حاجه، كيجيو كيحمقوا. غنخلي لكم الرابط ديالهم تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف، شاركته معكم في الفيديو اللي فات. وقبل ما ندوزو ان شاء الله للشيوات ديالنا، نشارك معكم هذا الباك هذا ولا هاد الطقم اللي وصلني من موقع وادوكس. شحال هادي ما هضرت لكم على موقع وادوكس، نتوما عارفين البنات الكوزينه ديالي تقريبا كامله كاع داكشي ديال الالكتروميناجي من عند وادوكس. وموقع وادوكس دخل لينا الجديد، ما بقاش محتصر غير في الالكتروميناجي، دخل لينا حتى هاد الطقم الرائع اينوكس، جوده عاليه فري اينوكس البنات. شي حاجه كلاس راقيه تحطوها في الطبيله ديالكم، شي حاجه واعره بزاف. اينوكس البنات راه مطبوع فيه 18/10 فري اينوكس جوده عاليه، راقيين سامبل، شي حاجه هماويه، ودايرين لكم فيهم بروموسيون واعره وحصري عند وادوكس. ما غتلقاوش شي بلاصه اخرى. طقم هماوي ديال تركيا، شي حاجه رائعه، انا بعدا ما خلاش ليا العقل. الثمن ديالو مناسب، كيجي فيه 24 قطعه، 6 الفراشات، 6 المعلقات صغار و6 المعلقات كبار و6 الماس، فيه 24 قطعه باك البنات. طقم، واللي بغات الدوبل الطقم تاخذ جوج، مثلا بغات 12 من كل حاجه، 48 قطعه راه كاين اللي بغيتو. ها انتم البنات كنخلي لكم الرقم ديال موقع وادوكس، الموقع اللي ما عمرو كيتبدل، الجوده ديالو عاليه، في اي حاجه كيدخلها لينا كتكون الجوده عاليه. هنا راه غسلتهم خليتهم في الشبيكه، كتعرفوا لينوكس ملي كيتغسل وكيبقى كيدير دوك النقيطات بحال دوك الدميعات كيبقاو فيه، خليتهم في الشبيكه تسقطروا. وبغيت نمسحهم معكم بالمنديل ولا بكلينكس ولا باش ما مسحتوهم. وشوفوا راه ملي كتمسحوهم واخا دوك الدميعات كيلصقوا عليهم مع الغسيل، كيتمسحوا كيرجعوا كيبريو بحال ما فيهم والو، العكس ديال اينوكس العادي اللي ماشي فري. ملي كتغسلوه كيلصقوا عليه دوك الدميعات، هانتوما كتشوفوا ملي كتمسحوه كيبقى مضبب. شوفوا هذا ملي مسحتو كيبري غير كدوزوا عليه شي شيفونه ولا مندير كيرجع كيبري. هاد الطقم تمنيتو لاي وحده فيكم، الله يرزقكم باش تاخذوه ان شاء الله يا ربي. والمعلومات كامله غتلقاوها في اول تعليق على هاد الطقم هذا. وهنايا هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو رائعين في الحطه. هنا غندوزو ان شاء الله نوجدوا المليويات هما الاولين. هنا عندي 5 الكيسان ديال الدقيق الفورس، عبرت بالكاس العنبه وعبرتهم في الميزان، عطاني 550 غرام. غنزيد عليهم كاس ونص ديال الدقيق الفينو، مليحه حسب الذوق، تقريبا نص معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، خماره ديال الحلوى. وهنا العسل، من الافضل ديروا العسل ما ديروش السكر، درت 2 معالق كبار. هذا عسل زعما ماشي الحر، المهم درت العسل بلاصه السكر. صافي هنايا غدرت كاس ديال الحليب، وغنكمل الجميع ديال العجينه بالماء. المهم انا درت كاس الحليب وكاس الماء، من الافضل يكون دافي شويه. وغنشوف شحال تهز ليا مازال ديال الماء باش تجمع ليا العجينه. هنا غنزيد 4 كاس ديال الزيت النباتيه، ديما العبار بالكاس ديال العنبه المساند الرسمي ديالي انا ديما في العبارات، باش حيت هو متوفر عند اي وحده اللي ما عندهاش الميزان راه غتعبر بالكاس.
المهم هنا غنبدا نجمع في العجينه. هاد المليويات ديال الفران عجينتهم كتبغي تكون مرخوفه شويه باش يجيو خفاف ويجيو بحال الكرواسه. هنا راه زدت نص كاس ديال الماء، وانا كنجمع ما كنديرش الماء دقه وحده، عيني ميزاني باش ما ترخفش ليا عاوتاني العجينه ونولي واحله خصني نزيد لها الدقيق وعاوتاني ما تجيش مدقصه. المهم تقريبا غيهز لكم 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال الحليب. تقدر تهز قل تقدر تهز كثر. هما نشوفوا العجينه مرخوفه كتلصق باليدين، المهم مرخوفه شويه. صافي غير جمعتها، راه ما دلكت ما والو، غير جمعتها. غنغطيها بالسلوفان بواحد المنديل وغنخليها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه بالكثير ترتاح، وعاد غندوز ندلكها واحد شويه ونشكلها. المهم هذاك الراحه اللي كنخليوها ترتاح شويه بحال كدلك راسها براسها. هنا غندوزو نوجد العماره المالحه. هنا عندي 2 بصلات صغار ولا بصله كبيره مشلده رقيقه، فلفله الوان كانت عندي في الفريغو ضفتها، شويه الزيت الروميه وغنديرهم فوق البوطه يتشحروا حتى كتدبل لينا الفلفله والبصله. وغندوز نرجع للعجينه. عجينه غير واحد 10 دقائق هكاك لان ما بغيناش تخمر لينا. صافي غنديها ونجيبها غير واحد شويه، العجينه دالكه راسها براسها بلا ما تحتاجوا تدلكوها. كنديها ونجيبها غير شويه على سطح العمل وكنقسمها على 4 ديال الكويرات. هنايا غندير واحد الزليفه فيها شويه ديال الزيت هكا باش ما تبقاش تلصق ليا العجينه في يدي. غنقسموها على 4 ديال الكويرات كبارين. غنعطيكم واحد الطريقه سهله البنات، اسهل ملوي في الفران تقدري ديريه هو هذا، كيوجد دفعه واحده ما كيشدش لكم اليد بزاف وكيجي رائع. صافي هنايا غنقادو دوك الكريصات ديالنا. المهم يكونوا بنفس القياس، ماشي مشكل تكون وحده كبيره على وحده. المهم غنشكلوا كل وحده بوحديتها. صافي غنقادهم هكايا نشكلهم. غناخذ واحد البلاطو غنستف فيه الكريصات ندهنو بشويه ديال الزيت، غير شويه غير هكا، غير الجهد اللي غندهنو به باش ما يتلصقش لينا العجينه. وصافي غنغطيهم بواحد البلاستيك خليهم يرتاحوا واحد شويه باش يعطيونا الطوع وما يعذبوناش هكا في التكراس. وغندوز نرجع لديك البصله والفلفله اللي خليتهم كيتشحروا فوق البوطه. صافي هنايا بعد ما كتدبل البصله والفلفله نزيد لهم الكفته. انا زدت لهم الكفته ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج، زدت ليها الملحه حسب الذوق، نص معلقه صغيره مع مراش ديال البزار، راس المعلقه صغيره ديال سكينجبير، الكمون، قزبر يابس، شويه الخرقوم، تحميره، هنايا شويه ديال بودره الثوم وشويه عطريه الدجاج الا كانت. صافي هادشي اللي كاين. كنشحروا هذيك الصدر ديال الدجاج كفته حتى تقدروا ديروا الطون لا داند اللي بغيتو حتى كطيب ديك الكفته ديال الدجاج. كنزيد معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس صافي وغنطفي عليها البوطه ونخليها في الجنب تبرد. هنا غندوزو نوجدوا الخلطه اللي غنورقوا بها هاد الملاوي هادو. عندي هنا الفينو، تقريبا واحد نص كاس ديال الفينو مع نص خماره ديال الحلوى مع واحد 3 المعالق كبار ديال النشا مايزينا، باش الخلطه كتعطينا واحد التوراق واحد الهشاشه خطيره لهاد الملاوي. المهم نتوما كيف ما شفتوا تقريبا واحد نص كاس وافي شويه، كاس لاروب ديال الفينو مع 3 المعالق كبار ديال النشا مع نص خماره الحلوى. كتخلطوهم مزيان كتحطوهم في الجنب وكتذوبوا الزبده. هنا الكاسرونه عندي فيها الزبده دايبه بوحدها والزلافه فيها الزيت. اولا كنورقوا غير بالزيت بوحديته، ما كنديروش يدنا في الزبده نهائيا، غير الزيت بوحديته. كنبقاو ندهنوا السطح العمل اللي كنورقوا عليه وكنورقوا العجينه ديالنا مزيان مزيان حتى كيبان لينا السطح اللي كنورقوا فوق منه. وهذا هو السر باش يجيكم داك الملوي مورق وكيجي بحال الكرواسه، كيجي واعر. صافي بعد ما ورقتها غندهنها بالزبده اللي مذوبه هنا في الكاسرونه، غير الزبده بوحديتها كندهن الوجه ديالها مزيان بالزبده. وغنرش عليها الخلطه ديال الفينو ومايزينا والخماره ديال الحلوى، كنرشها على الوجه ديالها كامل. ومن بعد كنروليها بطريقه سهله كيف ما موضح عندكم في الفيديو، غير بشويه. غير انا غير مسرعه الفيديو هكا باش ما يجيكمش طويل، بشويه عليكم تروليوها حتى كتوصلوا النهايه ديال هذيك الدائره كيف ما شفتوا بهذا الشكل. هذا الشيء اللي كيخليها تجي مورقه وسهله وبعجينه وحده. هانتوما تشوفوا تبارك الله شحال من ملويه كنوجدوا. صافي بعد ما سالينا الشريط غناخذوا جراره البيتزا ولا الموز وكنقطعوا هكايا على حسب بغيتوهم مليويات كبار قطعوا طروفه كبار، بغيتوهم صغيورين بحال القياس اللي غندير انا تقطعوهم بهذا القياس هذا. انا كندير هكا تقريبا 4 اصبع وشويه وكندوز الجراره. هذوك الطروفه البنات اللي بقاو في الجناب مع بقاو هكا رقاقين درت واحد فوق من واحد وحطيتهم بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا في الفيديو. وغادي ندوز بنفس الطريقه، نخلي هادو يرتاحوا. غندوز بنفس الطريقه ناخذ الكريصه الثانيه وغنبسطها غير بالزيت بوحديته. اهم حاجه كنأكد عليها التوراق، الا ما ورقتوش راه ما غتجيكمش النتيجه زوينه والتوراق زوين. كنورقوا غير بالزيت حتى كيبان لينا السطح ديال العمل. كندهنوا الوجه بالزبده دايبه، الزبده ديال التوراق، مارغرين ديال العبر اللي بغيتو ديروها. ندهنوا الوجه مزيان بالزبده، غنرشوا بالخلطه ديال التوراق اللي وجدنا
وبنفس الطريقه غنروليو هكايا، نديرو هكايا اشريطه وحنا كنروليو فيهم حتى كنوصلوا للنهايه ديال هذيك الدائره ديالنا. وصدقوني جربوا هاد الملاوي في الفران وشوفوهم كيفاش كيجيو وردوا عليا في التعاليق. بعد ما كنشكلوا الشريط كنقطعوه هكايا القياس اللي بغينا بجرارات البيتزا. هذوك الجناب اللي كيكونوا رقاقين كنديروا وحده فوق من وحده، والوسط راه كيكون هكا فيه داك اللويات غلاض، ما تحتاجوش ديروه. كنجمعوهم ومن بعد ملي غنبدا نشكلو ما نوريكم حتى الا بغيتو ديروا وحده فوق من وحده راه تقدروا ديروهم. صافي هنايا بغيتو غتبسطوا هذوك المربعات وتشكلوهم هو هذاك. بغيتو باش يجيكم مليويات كبار شويه غديروا مربع تبسطوه وغديروا فوق منه مربع اخر باش كتجي ديك الملويه مهبره وفيها التوراق بزاف. كنديروا مربع فوق مربع كنبسطوهم، كنجمعوا لهم الجوانب ديالهم بهذه الطريقه. هادو كيف ما موضح عندكم في الفيديو، غير هادوك الجنيبات اللي كنجمعوهم حتى كنجمعوهم كاملين كنلاقيهم في الوسط باش كيجيونا على شكل ملويه دايره بهذا الشكل هذا. نعاود معكم وحده اخرى. المهم بعد ما درت مربع فوق من مربع وبسطتهم كنجمعوا الجوانب هكايا غير جنيبات كاملين كنجمعوهم في الوسط حتى كنجمعوهم كنقادوهم. وها هي المليويه ديالنا شكلناها بهذا الشكل هذا. المهم شتو الطريقه راه ساهله. شكلت نص الكميه بهذيك الطريقه الاولى، والنص الكميه اللي بقات ليا غنعمرها كنبسطو هكا داك المربع. هادوك اللي خاوين درت مربع فوق من مربع وجمعتهم باش يجوني مهبرين. بالنسبه لهادو درت غير مربع واحد اللي بسطته شويه، درت وسط منه العماره اللي وجدنا وجمعت الجوانب ديالو هكايا الفوق. صافي وها هو الملويه ديالنا معمره واجده بهذا الشكل هذا. كيجيو رائعين هاد الملاوي هادو. بنفس الطريقه كناخذوا مربع كنبسطوه، ركزوا على الجناب اللي بسطوه مزيان الوسط خليوه هكايا فيه العجينه هكا باش ما يتقطعش لكم. وكنجمعوا دوك الجوانب كاملين الفوق بحال هذا الشكل كنجمعوهم مزيان نثبتوهم. وها هي الملاوي ديالنا. المهم بنفس الطريقه غنعمر المليويات اللي عندي كاملين. بعد ما كملتهم نص الكميه درتهم خاوين كيف ما شفتوا، نص الكميه معمرين. صافي كنقرصوهم واحد شويه. غطيتهم بعد ما كملتهم غطيتهم خليتهم مرتاحوا غير واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق بالكثير. وكندوزو كنقرصوهم ملي كيرتاحوا واحد شويه يعطيو الطوع كندوزو نقرصوهم بالقياس اللي بغيتو. انا خليتهم غلاضين واحد شويه باش يجيو مهبرين. عرفتوا راه جاو بحال كرواسه جاو واعرين. قرصت المعمرين وحتى الخاوين. صافي بهذا الشكل هذا باش ما يجيوش عاوتاني غلاض ومعجنين ضروري تقرصوهم واحد شويه. اصلا ما غيجيوش معجنين لانهم مورقين كيجيو واعرين. دهنت الوجه ديالهم بالبيض اللي درت معاه قطيرات ديال الخل وكندهن الوجه ديالهم مزيان. هادو اللي خاوين غنرش عليهم الزنجلان كيجيو بحال الكرص بحال الكرواسه ولكن راه كيجيو بنانين لواحد الدرجه ما كتصورش. غنرشهم بالزنجلان هكايا. تقدروا تدهنوهم غير بالبيض وطيبوهم ملي تخرجوهم دهنوهم بالعسل ورشوهم بكاوكاو ولا باللوز ولا اللي بغيتو. بالنسبه لهاد المعمرين حتى هما غندهنوهم بالبيض وغنزينو بالبافو. المهم كيبقى لكم اختيار. انا غندير البافو هكا على شكل خطيطات المهم باش كنديروا الديكور وصافي. ولكن هاد الملاوي راه صدقوني جاو رائعين البنات. جربوهم، رجعوا شجعوني يا البنات، بارطاجيو الفيديو، شجعوني باللايكات باش نرجع معكم لهاد الوصفات اللي بديت معاكم بهم وبغيتوني بهاد الوصفات ديال الكوتي الساهلين الاقتصاديين. وهنايا بعد ما كملتهم غندخلهم الفران اللي سخون شاعل غير من التحت على 200 درجه غير من التحت حتى كيطيبوا ويتنفخوا ويتحمروا من التحت. عاد كنهبطوهم يتحمروا من الفوق لانهم مدهونين بالبيض دغيا يتخطفوا. شعلوا عليهم غير التحت حتى يطيبوا ويتحمروا من التحت عاد شعلوا عليهم الفوق. هنا غندوز نوريكم واحد الحسوه ساهله دغيا كتوجد وكتجي بنينه واللي داقها عندي كيحماق عليها. المهم الطنجره درتها فوق البوطه حتى طلعت فيها الغليه. درت عليها بصله صاينه كامله طلق غير البنه ديالها. من بعد غنحيد ديك البصله ما غتبقاش تبان. درت معلقه صغيره ديال الملحه وشويه زيت البلديه والبلبوله ديال الشعير. هذه هي المويان هي الرقيقه. انا كنت مرطباها تقريبا واحد الساعه مرطباها في الماء شللتها واحد 2 مرات حيت لها داك الطحين ديالها وخليتها مرطابه في الماء حتى الوقيته اللي بغيت نطيبها. عاد صفيتها ودرتها وغنخليها طيب على عافيه متوسطه. مره كنحركوها حتى كطيب. وهنا غندوزو نوجدو كيكه بكاس ديال الفينو كتجي رائعه. غنحتاجو ليها 3 البيضات. انا هنا راه عندي البيض كبير، الا عندكم البيض صغير ديروا 4 ديال البيضات، الا كان البيض كبير ديروا 3 البيضات. راه نيت لا شفتوا البيض راه نيت كبارين البيضات. غنزيد عليهم ساشيت الفاني، كاس لاروب ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه ضروريه باش كنوازنوا المذاقات. وكنطلعوا بالطراب الكهربائي مزيان داك البيض. لما عندكمش الطراب ديروا مولينكس. المهم البيض يطرب مزيان مع السكر حتى كيتضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا. زدت كاس قل 4 ديال الزيت كنخلطو مزيان
وكنزيدوا البنات الجبن. السر ديال هاد الكيكه هو هاد الجبن ديال الدهن ديال البواطه، 2 معالق كبار، درت كبارين عامرين مزيان، ودرت 2 علبات ديال بيرلي. بيرلي هاد الزرق 2 علب مع 2 معالق كبار ديال الجبن. اي جبن ما توفرش لكم الجبن ديال البواطه، ديروا واحد 3 ولا 4 الفرماجات، يا مثلثين يا مربعين، مع 2 بيرلي دانون. كنخلطوا كلشي مزيان مزيان يا في مولينيكس يا الطراب حتى كينسجموا. زدت كاس ديال الفينو مع 2 خمارات ديال الحلوى. وهنايا غنحيدوا الطراب الكهربائي، غنخلطوا غير بهذا الخلاط اليدوي. ملي كنديروا الدقيق ما نحتاجوش الطراب الكهربائي. صافي غنخلطوا داك الفينو ينسجم، كنخليه واحد شويه، واحد 5 دقائق يتشرب، كنرجعوا نخلطوا، كنلقاو القوام ديالو تقال شويه، تشرب. هو راه بحال السميده الفينو كيشرب. صافي غنخويه نيشان في المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق الفينو، وغندخلوه الفران على درجه حراره مهيله 180 درجه، الطياب ديال الكيكه العاديه حتى كتوجد. هنايا راه خرجت الطاوه ديال الملوي ودخلت الكيكه موراه. هانتوما تشوفوا الملاوي كيفاش يجيو، ضروري نقسمهم معكم. كيجيو بحال الكرواسه، كيجيو خفاف مقطنين، فيهم واحد المذاق رائع. هادو البنات اللي خاويين دهنوهم بالعسل الزبده، كيجيو ما نوصفش لكم واحد المذاق، بالخصوص الا درتوهم بالزبده العبار، راه كيجيو بنان بنان بزاف. هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو خفاف مقطنين. وهاد المعمرين كتجي فيهم واحد البنه ما نقولش لكم رائعه، كيجيو رائعين. ضروري تجربوهم الكوتي هكايا. دابا الربيع تبغيو ديروا خريجات للطبيعه، ديروا هاد المليويات خرجوهم معكم، راه الحاجه ديال الدار ما كاين ما احسن منها، كتجي بنينه سبحان الله. ايوا هذا مكان البنات، هانتوما شوفوا كيجيو رائعين. غنخليهم هكا سخانين، باقيين سخان حتى نحطهم هكا بين موجودات الكيكه. صافي الكيكه دخلتها الفران، دزت قضيت شحال من حاجه بين موجودات ليا. انا الكيكه واحد المعلومه درتها في مول كبير فيه 30 سنتيم، جاتني صغيره هكا قصيره. حاولوا ديروها في مول يكون فيه ديك 24 سنتيم باش تجيكم عاليه. هنايا دوبت شويه ديال الشوكولات وزدت عليه دانيت شوكولات، شوكولات عادي دوبته في حمام مريم، وزدت عليه دانون ديال الشوكولات، خلطتهم مزيان. وهما اللي درت هكا على الوجه ديال الكيكه دهنتهم بها. وكتجي هاد الكيكه رائعه، كتجي بسبوسه، هي بحال البسبوسه، وكيجي فيها داك المذاق رائع ديال الجبن. صافي كنقاد ليها الوجه ديالها مزيان، وكنزينها باللوز مهرمش. هنايا كيف ما شفتوا البنات اللوز محمر ومهرمش، ولا الكوك الا ما عندكمش اللوز ديروا غير الكوك كاوكاو. اللي كان زينوا به هكا في الجناب. انا دوزت هذاك اللوز مهرمش على الجناب ديالها هكايا، وغندير شويه في الوسط. الكاوكاو الكوك اللي توفر زينوا به، دهنوها غير بالكونفيتير ورشوها بالكوك، راه كتجي واعره هاد الكيكه. هنا ضروري غنقسم معكم واحد المورصو باش تشوفوه، هنا راه باقا سخونه ولكن جات رائعه رائعه. غير جربوها ان شاء الله، غير ديروها في مول صغير، انا درتها في مول كبير جات رقيقه بحال البسبوسه. الا بغيتوها تجيكم عاليه ديروا المول صغير يكون فيه ديك 24 سنتيم. صافي غنرد داك الطريف هكايا حتى تجي صاحبتي. هنا البلبوله الشعير كنخليها مره كنحركها حتى كتطلق ديك البلبوله الحليب ديالها، راه ما درتش ليها الحليب نهائيا. ملي كطيب تقريبا واحد الساعه خليتها كطيب، درت ليها شويه ديال الزعتر هكا عندي مطحون. غنحيد ديك البصيله وها هي واجده. بغيتو ديروا لها الحليب ديروه، ما بغيتوش ديروا لها الحليب خليوها غا هكا، راه جات بنينه. وهنايا زدت الحريشات ديال الشعير. هاد الحريشات البنات جربوهم وردوا عليا التعاليق، راه كيجيو واعرين بالقمح بالنخاله ديالو والبلبوله الرقيقه. تحلفوا عليهم بحال بالسميده، كيجيو مسمدين مرملين واعرين. خلي لكم الرابط ديالهم تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف. شاركتهم معكم في الفيديو اللي فات اللي درت الخريجه انا وصاحبتي. وهنايا قاديت الطبيله ديالي. صراحه هذا الباك اللي وصلني صراحه فرحت بهم والله، الله يعطيكم بحال هذه الفرحه يا ربي وتاخذوهم رائعين. ضواو الطبيله بحال الطبيله جات مبهجه والله. الحريشات الكيكه اللي شاركت معكم والمليويات الكوتي ديالنا متواضع. ودرت حتى البلبوله حيت صاحبتي كتحماق على هاد البلبوله ديالي، كتقول يا سناء كتجي بنينه، ودرتها ليها هكايا. كيف ما شفتوا الطبيله غزاله. الباكا البنات راه فيه بروموسيون واعر حصريا عند موقع وادوكس، استغلوا البرومو ما تضيعوهاش عليكم. فيه معلقات صغار معلقات كبار فورشيطات لماس، الطبيلات الكوتي العراضات، اللي عندك شي مناسبه راه واعرين كيبهجوا كيعطيو واحد المنظر راقي وكلاس للطبيله. المعلومات ديالهم كامله غتلقاوها في اول تعليق، الرابط ديال الواتساب الموقع وكل شيء غتلقاو المعلومات كامله في اول تعليق. دخلوا عند موقع وادوكس ان شاء الله راه دايرين لكم بروموسيون زوينه. وكانت هذه الطبيله ديالنا، درنا قهوه واتاي.
اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، ما تبخلوش عليا البنات بالتعاليق والتشجيعات ديالكم. الا بغيتوني نرجع معكم الوصفات كيف ما والفتوا معايا دائما الاقتصاديه والسهله ديال الكوتي. وهاد الكيكه البنات ضروري تجربوها، ديال الكاس ديال الفينو، غير هي ديروها في مول صغير. انا كنأكد لكم بغيتوها هكا تجيكم رقيقه وبحال البسبوسه ديروها في مول، انا راه المول فيه 30 سنتيم تقريبا، راه كتجي فيها واحد المذاق رائع، كتجي بحال البسبوسه. والحريشات اللي شاركت معكم في الفيديو اللي فات ديال الخريجه اللي درت انا وصاحبتي في الصباح للغابه، راه شاركتكم الطريقه بالتفصيل والرابط ديالهم غنخليه لكم تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف. جربوهم، واللي جربتهم وعجبوها الدعاء معايا، راه زعما درتهم غير من راسي. هاد الطريقه خلطت القمح بالنخاله مع البلبوله الرقيقه ونقصت منهم التقريصه، وعرفتي كيجيو مسمدين وبنانين، بالخصوص الا درتهم مع الزبده بلديه ولا الزيت البلديه راه كيجيو واعرين. كنتمنى اقتراحات اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. كيف العاده ما تبخلوش باللايكات وبالتعاليق ديالكم، وغنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو فيديوهات جايه ان شاء الله.